إشراقات. الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات بنية الصيام من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: عليك بالصوم، فإنه لا عدل له، أي لا نظير له ولا مثيل. رواه النسائي وصححه الألباني. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق، فلم يدخل منه أحد. متفق عليه. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم صيامك وفطرك سواء. من صام نال الفوز من رب العلا، وبوجهه أضحى عليه مقبلا. يا من يروم توسلا وتوصلا، صم رغبة في قول رب قد علا.